ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أنس من قناة من الملاعب. غياب يعني طويل، ويعني دائما ما أكون في ورطة مع يعني الناس اللي عندي في هذه القناة هذه. نتشرف بكم طبيعة الحال اليوم إن شاء الله، وموعد جديد، وهذه المرة مع تحليل مقابلة ديال الإخوة السوريين والسعوديين في مقابلة تضم نادي تشرين السوري ضد نادي الشباب السعودي. الشباب وتشرين في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، في بداية وفي مباراة الذهاب اللي تعتبر المضيف ديالها وهو أو المستضيف ديالها هو نادي تشرين السوري. لهذا سنبدأ يعني في الحوار ديال هذه المقابلة هذه، ودائما كالعادة نبداو بالتشكيلة ديال الفريقين ونبداو بالمضيف أو بالمستضيف. يعني نبداو هذه المرة هذا بالنادي الضيف وهو نادي الشباب السعودي، اللي في الحراسة كما تنعرفوا دائما كيم سيونغ جو الحارس الكوري الجنوبي، امامه في قلوب دفاع كل من خالد الغامدي وحسن تنبكتي. كاين ايضا متعب الحربي وماجد كنبه، وكاين كريتشوفياك اللاعب ديال خط وسط ديال ارتكاز، ورياض شرحيلي والكابيتانو ايفر بانيكا. اما في خط الهجوم فبقياده كل من كريستيان خوانكا وايضا هاتان بهبري وسانتي مينا. هذا هو الهجوم ديال نادي الشباب السعودي. الآن نذهب لنادي تشرين وهو التي تعتبر المستضيف في هذه المقابلة هذه. الحراسة أحمد مدنية، خط دفاع كل من نادي مصباغ وحسن أبو زينب وأيضا مؤيد الخولي وعبد الرزاق المحمد، زيد غرير وأحمد دالي وخالد المبيض اليوم اللي كان نجم المقابل حقيقة من نادي تشرين. كانوا في خط وسط عبد الهادي حنبادلي وأيضا نصوح نكدلي ومحمد مارطا كانوا في خط الهجوم ديال نادي تشرين السوري، اللي ممكن تعتبر فجر مفاجأة كبيرة بإقصاء نادي المريخ السوداني. كاين اللي يعتبرها مفاجأة، كاين اللي يعتبرها يعني حقيقة مقابلة عادية. تمكن اللي دائما كان رائد في المقابلة هو لأنه يتمكن من الفوز. اليوم مقابلة أخرى، اليوم مقابلة مع فريق صعب وصعب للغاية وهو نادي الشباب السعودي. الشباب التي تعتبر من أبرز أيضا المرشحين لما لا الفوز بالدوري السعودي في مفاجأة على العموم ضد كل من النصر وايضا الاتحاد. فالشباب اللي ينافس حتى الرمق الاخير. نادي تشرين ايضا اللي ينافس على الدوري السوري بطبيعه الحال، تعتبر من الاكبر الفروق ديال سوريا. فاليوم هذه المقابله هذه من دون مفاجات بطبيعه الحال ومن دون نقص، ولكن المستفيد الاكبر هو من سيسجل خارج الميدان ديالو، وهادشي اللي كان اليوم في المقابله. نبداو في طريقه المقابله وكيفاش كانت المقابله صراحه. شوط أول على غرار جميع، كما قلت على غرار جميع المقابلات. تشرين الحقيقة بعد الإقصاء ديال كما قلت المريخ اليوم سيحاول أيضا إقصاء ولما لا الشباب السعودي ولمواجهة يعني نادي النصر السعودي وأيضا نادي الزمالك المصري في مجموعة تضم هذا الفريقين هذو مع المتأهل من التصفيات الخامسة. اليوم العين واحدة فقط وهي الفوز في الميدان ديالو، تعتبر هو المستضيف هذه المقابلة ديال الذهاب. وبعد المقابلة ديال الإياب اللي تكون إن شاء الله يوم الثلاثاء، فنادي تشرين ليس له ما يخسر في هذه المقابلة هذه، ولما فاش أيضا فستكون مشكلة ومشكلة عويصة. هادشي اللي كان في المقابلة. الشوط الأول حقيقة انتهى بتعادل سلبي، ما كانش بذلك الشوط اللي كنا تنتظروا من هذا الفريقين هادو. كان شوط حقيقة مختلف في العديد من الأحيان، ولكن هذه المقابلة هذه ودائما تنعرفوا كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والبطولة العربية تتكون بطريقة أخرى، تتكون هناك مفاجآت عديدة. اللي شاف القوة ديال نادي الشباب السعودي والعناصر التي يملكها أي ساهل بنادي تشرين، ولكن الحقيقة في أرضية الميدان فيكون شيء آخر. الأرضية الميدان هي التي تتحكم في هذه المقابلة هذه. كما قلت وأعيد وأكرر، الشوط الأول كان سيء للغاية في الحقيقة، ليس من الفريقين وبالأحرى من نادي الشباب رغم السيطرة ديالو في الاستحواذ في المقابلة في الشوط الأول، ولكن نادي تشرين على الأقل كان عنده الروح، كان عنده البادرة باش أنه يتمكن من التسجيل في العديد من الأحيان. هيونغسو أو نعم الحارس ديال جيونغسو أو هيونغسو بحال يعني هو اللي كان من نجوم المقابلة. أيضا نادي الشباب بانيكا ما نساوش الدور الفعال اللي تيقوم به هو كريتشوفياك في خط الوسط. سانتي مينا هو الوحيد اللي كان تيحاول في الحقيقة في العديد من الأحيان نادي الشباب السعودي باش أنه يسجل في الشوط الأول. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي 0-0. أما مع دخولنا الشوط الثاني فيتغير العديد من الأشياء ويتغيروا
في كرات عديدة في المقابلة. خالد المبيض في الدقيقة 52 تعطي الهدف الأول وهدف الفارز لنادي تشرين السوري باش يخلي ويربك الحسابات ديال نادي الشباب السعودي باش انه ما يتمكنش من التسجيل في هذه المقابله هذه. خالد المبيض يعطينا تقدم في الدقيقه 52 كما قلت. توالى الدقائق الشباب، وهذه المره بدينا نشوفوا رده فعل اخرى، رده فعل مغايره في العديد من الاحيان باش انهم يتمكنوا من تسجيل التعادل. سانتي مينا ولا خوانكا ايضا اللي ما كانش اليوم في الموعد ديالو المناسب. ايفر بانيغا من التسديدات البعيده حاول انه ايضا يسجل في العديد من الاحيان، ولكن البراعه ديال الحارس ديال نادي تشرين السوري، يعني الحارس كما قلت احمد مدنيه، كان اليوم ايضا من رجال المقابله في هذا الشوط هذا مع خالد المبيض في هذا الفريق هذا. حاول وربك الدفاعات وربك الهجوم ديال نادي الشباب باش انه يتمكن من التسجيل 1-0 حتى الدقيقه اللي تجي فيها الصاعقه على نادي تشرين. كما تنعرفوا الاسبقيه ديال الهدف خارج الميدان ديالك تكون بمثابه الصاعقه، يعني مازال ما دخلناش حتى في اسيا، ما كاينش هناك القانون الجديد ديال ان اللي يسجل يقدر يكون مثلا كالنادي اللي تمكن من انه يستقبل الهدف، بل بالعكس يعني المقابله ديال الاياب تعطي رونق اخر. سانتي مينا في الدقيقه 93 تعطي هدف التعادل لنادي الشباب السعودي وارجاع الروح لكل الشباب السعودي. يعني على العموم المقابله تنتهي بهذه النتيجه هذه، التعادل الايجابي 1-1. نتمنى ينال من هذا الفيديو ديال الاعجاب ديالكم، وتدعمونا باللايكات والاشتراك في القناه. ضد نادي الشباب السعودي، الشباب وتشرين في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، في بداية وفي مباراة الذهاب تعتبر المضيف ديالها وهو أو المستضيف ديالها هو نادي تشرين السوري. لهذا سنبدأ يعني في الحوار ديال هذه المقابلة هذه، ودائما كالعادة نبداو بالتشكيلة ديال الفريقين ونبداو بالمضيف أو بالمستضيف. يعني نبداو هذه المره هذا بالنادي الضيف وهو نادي الشباب السعودي اللي في الحراسه كما تنعرفوا دائما كيم سيونغ جو الحارس الكوري الجنوبي، امامه في قلوب دفاع كل من خالد الغامدي وحسن تنبكتي. كاين ايضا متعب الحربي وماجد كان